السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال40 معانا في دورة فراخ رمضان. اللهم بارك. بصوا يا حبايبي، هو الطيور معانا جعانة. احنا هنسمي الله قبل ما نوزن او اي حاجة، نحط لهم بس الاكل بتاعهم. ده العلف على حتة الفول على الذرة المدشوشة زي ما اتفقنا مع بعض. وده رز يا حبايبي انا سلقاه. هبتدي احطه هنا واقلبه على بعض بس علشان احط لهم ياكلوا، لان هم جعانين جدا. حبايبي انا هحاول ان انا احط لهم كده ايه، في حاجه تكون مفتوحه، بس مش في الطبق البلاستيك علشان الطبق البلاستيك بيقلبوه. ده طاجن قديم انا كنت بس قلباه عشان برفع عليه علافه. هحط لهم فيه الاكل كده. بسم الله. نبتدي كده نشوف الاوزان مع بعضينا. بسم الله. حبايبي هو انا كنت ناويه ان شاء الله النهارده ان انا اشوف ميزان تاني، لان بصراحه مشكه في وزن الميزان بتاعي. حاسه ان هو بيدي ميزان اقل. طيب عشان اطمن هعمل ايه؟ انا هشغل كده الميزان، تمام، وهجيب كيلو رز او اي حاجه يعني تكون هي متعايره في اكياس، وهحطها على الميزان. لو ادتني الميزان صح هنوزن مع بعض، ما ادتنيش الميزان صح هنستنى لبكره، وان شاء الله باذن الله هجيب الميزان، او يا اما يعني هنزل لكم فيديو تاني النهارده بالميزان. ثواني معايا بس، هجيب كيلو رز كده وهرجع لكم. بصوا يا حبايبي، ده كيلو اهو. عايزه بس اوريكم الوزن بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي بصراحه انا مش لاقيه الوزن، بس هو ده يعني. المفروض ان الاكياس دي اساسا كيلو، يعني الكيس ده كيلو معايا. فانا دلوقتي هنسمي الله كده اهو. الميزان معانا متصفر اهو. هنحط كده عليه كيلو الرز. بس حبايبي الحمد لله هو كده الميزان تقريبا مظبوط، يعني لانه 1004 جرام اهو، يعني هنقول 1000 جرام، يعني ده كيلو صح. طيب نسمي الله بقى كده ونشوف ميزان الفراخ معانا. بس طبعا انا حطيت الطبق ده اللي كان فيه الرز، المسلوق، وهبتدي اصفره. صفرت الميزان خالص اهو. هاخد كده اي حاجه من قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رب بس تقف. بصوا يا حبايبي 2 كيلو هنقوله 300 جرام. هنقول 300، مش هناخد الكسور اللي هي القليله دي. هنرجع نصفر تاني الميزان اهو. وناخد كمان حاجه تاني اهو. بسم الله. اليوم بتاع الميزان ده يا جماعه مش قادره اقول لكم بيبقى مرهق قد ايه، لان فعلا ما بيوقفوش بسهوله على الميزان. نحط كده
بقى ان هما بيقعدوا يجروا، يعني ما بيثبتوش على الميزان. هنصفر الميزان كده تاني. الميزان متصفر اهو يا حبايبي. بسم الله. طبعا انا اسفه ان اليوم بتاع الميزان ده الفيديو بيطول معاكم. نوقفه كده. المشكله ان هو كده الحمد لله الميزان اتصفر اهو. ربنا يهديه ويقف. حول ولا قوة الا بالله. طب انا هحاول اوزن معاكم واحد كمان وهنستكفي كده، لان الميزان فعلا مش يعني مش ظابط الدنيا معايا. يعني انا كمان مش مرتاحه لميزانه، يعني حاسه ان لا ميزانه مش مظبوط، وهما بقى وقفتهم كمان ما بتبقاش مظبوطه عليه. فمش بيديني الميزان الصح، لان هما اللهم بارك اللهم بارك وزنهم في ايدي غير الوزن اللي انا شايفاه على الميزان. بحسهم ان لا هما اتقل من الميزان الوزن اللي بيديه الميزان يعني. لا للاسف مش عارفه اوزن. فاحنا ان شاء الله باذن الله هحاول باذن الله بكره هيبقى اليوم ال41، يعني النهارده معانا اليوم ال40. هحاول ان انا اشوف ميزان برضو وهوزنهم. بس حبايبي اللهم بارك. بصي لو انتوا قلقين ان هما ياكلوش الرز والحاجات دي، بس يعني دي انا كنت ماليها دلوقتي قدامكم. هما ما شاء الله اللهم بارك فضوها. هحط لهم شويه تاني وهنقفل الفيديو على كده. فيا ريت لو عجبكم الفيديو تفعل زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. واخيرا يا حبايبي عرفنا ان احنا نصور حاجه من الميزان. بس حبايبي ده 2 كيلو 415 جرام، يعني داخل في ال2 كيلو ونص. تمام. هنشوف حاجه تاني كده، هحاول احط لكم حاجه تاني ونشوفها. ده حبايبي 2 كيلو 300 اهو. فكده الحمد لله احنا حاولنا نوزن حاجه، يعني الاوزان معانا من 2 كيلو 300 ل 2 كيلو ونص. فحلو قوي الاوزان كده ماشيه حلو. النهارده اليوم ال40، فانا حابه اسيبهم شويه كمان وهنشوف هيوصلوا الوزن لحد قد ايه، وبعد كده هنذبح مع بعض ان شاء الله.